مرحبا يا احلى عالم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم مين جاي لعنا؟ جاي لعنا بنت خالي وجوزها. اي والله، فبقول لها اهلا وسهلا فيها انه سلفان. كيفكم يا حلوين؟ ليه تشو ماما؟ ترندا قرب ماما حزكي بيمي تشو ترندا ولي تشو ليمن ترندا بيرندم عم يبوسني يا عمري. بدي روح بروك دي. حطوا لايك واشتراك. ايه، حطوا لايك واشتراك وخليكم معنا لبينما يجوا ضيوفنا. ايه والله. باركين هون عم بيستنوا حموده ولارين. ايه، وبالاخص وليد بده يلعب مع حموده. ايه. وفله بدها تلعب مع لارين. وليد تبري حموده كري. هذه حموده. تحزك يا حموده. فله تبري لارين كري. ميمي لتا. ده بقى كي حموده يعني دي اعطي سيارته لحموده. اري باي. يا جماعه اجوا ضيوفنا. ايه حمي. اهلا وسهلا بينا. ايه نورتي وشرفتي. اهلا وسهلا فيكي. روحي مرحبا دايما. انا مشتاقه لك. اهلا وسهلا. نورت خالي. اجيت بقول لها اهلا وسهلا. نورتي يا روحي. الله يسلمك روحي. شو نور كيفك؟ وجودك الله. الله يسلمك يا رب، يخلي لي اياك يا رب. الحمد لله بنشكر الله. نورتيني. ليش معزبه حالك طيب؟ زادك لا حول. يعني كان بدها شو جايبه معك؟ الله حلاوتك. صلي يعجبك. شكلك مش كل يوم بتاكلي. ايه والله. فيا جماعة هون قطعت الصوت وقلت انه بسجل بصوتي لانه صوت الولاد ما شاء الله عليهم ما سكتوا، يعني مشتاقين لبعض. فاليوم كان يوم مميز. اجت لعندي بنت خالي ومعها جوزها وولادها، وكانت جايبة معها حلاوة الجبن. الله يرزقها يا رب. والله ريحة الطفولة رجعت على قلبي لما شفتها. صورت اول شي الباب لما فتحوا كأنه عم بيرجعوا عبيتنا القديم، المكان يلي تربينا فيه سوا. كنت وانا صغيرة نام معها بالسهرات الطويلة، نضحك ونحكي اسرارنا، كنا نحلم سوا. فكرت انه كيف كبرنا وصار كل واحد فينا عنده حياته، بس الذكريات الحلوة هي اللي بتضل بقلوبنا. وهون يا جماعة جهزت القهوة وحطيت معه حلاوة الجبن، لأنه القهوة عنا مو بس مشروب، هي طقس ومحبة وتقاليد. بعد ما أكلنا فتحت البراد وطالعت البوظة. بعرف البوظة شي بسيط، بس اليوم كان له معنى كبير بقلبي، لأنه لما نحن كنا صغار كانت البوظة هي المكافأة، هي الفرحة بعد نهار طويل من اللعب والشمس والركض بالحارة. بتذكر يا قلبي كيف كنا أنا وبنت خالي نركض حافين عبلاط البلكونة، نحمل البوظة بإيدينا الصغار ونقعد نضحك على النكهات. كنت أنا بحب الفراولة وهي بتحب الفانيليا، بس بالأخير نبدل، نقول طعمتك أحلى، هي تقول لا طعمتك أحلى. كان قلبنا صغير بس ضحكتنا واسعة. واليوم لما حطيت البوظة بإيد ولادها وولادي حسيت الزمن عم يلف ويدور، كأنه بنت خالي رجعت الطفلة يلي كنت عارفها، بس هاي المرة شايلة بإيدها ولاد وهي عم تبتسملي مثل الزمان. ما بعرف إذا في شي بهالدنيا ممكن يرجع على أحاسيس مثل لحظة صغيرة، بس عن جد وقت شفت عيون الولاد عم تلمع حسيت إنه الطفولة ما راحت، بس بدها لحظة دفى وشوية بوظة وناس منحبهم. المشهد خليته بصوتي لأنه فيه كل الحب يلي ما بينقال وكل الحنين. الضحكة كانت ولسه بترجع كل ما اجتمعنا أنا وبنت خالي، ولسه قلبي بيحبها مثل الزمان ويمكن أكتر يا جماعة. إذا عجبتكم القصة والذكريات لا تنسوا تخبروني بالتعليقات يا جماعة، ووعد مني رح أصور لكم فطور وقهوة مميزة بكرة الصبح مع بنت خالي، وأشارككم أجمل لحظات طفولتي مع بنت خالي. فكونوا جاهزين للضحك والدفى والذكريات الحلوة. لا تنسوا اللايك والاشتراك. باي.